مساء الخير واهلا بيكم فيديو جديد قناة مصر جميلة دايما باذن الله يا رب. ده الجزء الثالث يا جماعة عن مدينة الفردوس اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت ما بين الجيش والشرطة، وجالي تعليقات من الاخوان ان هما بيسألوا على الشقق سواء البيع او للايجار. هسيب لكم يا جماعة رقم تليفون الواتس، وعايز اقول لكم حاجة مهمة جدا. انا مهندس ديكور تمام، فاللي بيبحث عن اي شقة انه عايز يشتري شقة او عايز يأجر او عنده شقة او فيلا عايز يبيعها يكلمني، وانا بسيب رقم تليفوني وعليه الواتساب. واقل عمولة في مصر، العمولة بتاعت المكتب بتاعتنا يا جماعة 1% فقط. عشان نكون صراحة انا بحب التعامل الراقي، بمعنى ان حد مثلا عايز يشتري شقة في الفردوس سواء جيش او شرطة، فبيقول لي البيانات اللي هو عايزها وبشوف له انا الحاجات اللي هو على طلبه، الحاجات اللي هي يبقى على طلبه كلها بوفرها له. بنكتب مع بعض عقد اتفاق بالنسبة بتاعة المكتب بتاعتنا، تمام، ان هو بيلتزم بيها عشان انا كمان ان انا التزم بيه معاه من ناحية. فانا بحب التعامل الراقي، ان احنا نتعامل مع بعض بالطريقة دي بأمانة. انا بحب الطريقة دي دايما. طيب خلينا في المهم دلوقتي. الشقق في الفردوس مش هتقعد بأسعارها دي، عشان نكون متفقين. سواء دخلنا في تعويم تاسع تعويم عاشر، اهم حاجة ان احنا نحاول نشوف الفرص الكويسة سواء في البيع او في الايجار، لان كل يوم بسعر شكل. بمعنى اصح كل سنة بقينا بنترحم على السنة اللي قبلها. احنا دلوقتي يا جماعة في الفردوس الشرطة، كل العمارات اللي على اليمين اللي انتوا شايفينها دي هي دي المكان، وفي نفس الوقت على الشمال هنا ده السنتر اللي فيه كل الخدمات زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت مع بعض. كل الاحتياجات الأسرة موجودة بالكامل. عايز اوريكم برضو الجيش، هنعمل برضو ريفيو سريع كده على الجيش. انا مكتبي على فكرة في الجيش يا جماعة، فأي حد عنده شقة عايز يبيعها، عنده فيلا عايز يبيعها، يبعت لي بيانات على الواتساب، وانا باذن الله ببيعها له على طول مقابل عموله 1%. وفي نفس الوقت برضو شقه انت عايز تشتريها او عايز تشتري ارض او فيلا، بوفر لك كل ده، لان انا مهندس ديكور مش بس على البيع والشراء، وكمان ببقى مسؤول عن التشطيب. يعني بشطب والحمد لله، يعني شغلي موجود على الطبيعه. اي حد بيبقى عايز يشوف الشغل بتاعي موجود على الطبيعه، مش بوري له صور على النت وخلاص، لا بوري له الحاجات اللي احنا نفذناها. وهوري لكم مكتبي يا جماعه في الفردوس الجيش. طيب دلوقتي المدخل ما بين الشرطة والجيش هو المدخل اللي احنا داخلين عليه دلوقتي ده، عشان كانت جات لي تعليقات عايزين يعرفوا الاسعار. انا هسيب رقم تليفون عشان انا كمان اساعدكم ازاي تجيبوا حاجات لقطة بمعنى الكلمة، ما يكونش سعرها مبالغ فيه. على قد ما بنقدر نشوف الحاجات المتميزة، عشان كده انا ما بنزلش اي اسعار تماما على الفيسبوك او الكلام ده كله الا لما اشوف قدامي حد فعلا عنده جدية انه عايز يشتري وبينزل يتفرج، وبيبقى التعامل معايا انا بخلص له الموضوع بالكامل. فعشان نكون مع بعض نمشي خطوة بخطوة، فخلينا متفقين يا جماعة على التعامل الراقي، عشان ده عندي اهم من الفلوس نفسها. يعني انا بحب التعامل الراقي. انا بتكلم مع استاذ فلان مع مدام فلانة، انا دايما بحب الطريقة دي. حاليا دلوقتي يا جماعة احنا داخلين على الجيش. الجيش زي ما اتفقنا في الفيديو الجزء الثاني اللي نزل امبارح، بنصحكم برضه ان كنتوا تشوفوه عشان فيه معلومات كتير. الجيش هادي جدا لاي اسره جديده عايزه تيجي تسكن، او مثلا اسره عايزه تتنقل هنا، او اسره صغيره عايزه تسكن هنا. في مساحات متوفره مثلا من 86 متر لغايه 120 150 متر، ده متوفر. ارخص مكان يا جماعه فعلا في مصر كلها هي الفردوس، ما بقاش غير الفردوس. واللي يقول كلام رداء يبقى كاذب مع احترامي ليه. لا دريم لاند ولا حي الاشجار ولا حدائق الاهرام. حدائق الاهرام انا ما بنصحش الناس انها تسكن فيها، مشاكلها كتير. كانت ناس بتكلمني تقول لي طيب ايه عيب حدائق الاهرام؟ عيب حدائق الاهرام 3/4 مش مرخصه، وفي نفس الوقت حتى لو مرخصه في مشاكل كتير جدا. التكاتك ممكن تكون اتحددت نوعا ما، بقى في امن، لكن مليانه مشاكل. لكن انا بتكلم عن الشرطه وعن الجيش. انت عايز انك انت مثلا تبقى في شغلك مطمن على بيتك، مطمن على اولادك. زي ما احنا شايفين، بصوا يا جماعه دي البوابه. الدخول هنا الكتروني، يعني اوريكم موبايل ناحيه تانية، شايفين ده بالباس، بالدخول اللي هو الباص اللي هنا للسكان فقط البوابه دي. وكل البوابات اللي على السور ده لدخول الناس اللي ساكنه هنا فقط. ففي
خصوصية جميلة. هنلف احنا الناحية التانية عشان اوريكم العمارات، وفي نفس الوقت اوريكم مكان مكتبي. اللي عايز يتواصل معايا هيبعت لي على الواتساب في حالة الجدية انه عنده حاجة عايز يبيعها، او حد عايز يشتري، او ان هو عايز يأجر، يكلمني يا جماعة، لان دي اسهل طريقة ان انا بعرف اوفر لكم طلبات سريعا، فما بتأخرش. واي تعليق انا بجاوب عليه، مفيش تعليق ما بجاوبش عليه، وبسيب رقم تليفوني كمان. فانا فعلا عايز اساعد الناس، فاتمنى كمان الناس انها ايه، تشترك معايا في القناة وتدعمني، وعشان نكمل مع بعض اشوف لكم كل يوم مكان يكون اسعاره تكون لقطة. هنا في خدمات كتيرة يا جماعة ما بين السنتر، حتى في الجيش هنا في سنتر، في سنتر. ودلوقتي انا هركن بس العربية عشان اوريكم المكان، العمارة، وكمان اللي فيها مكتبي هنا. استاذنكم ثانية واحدة بس. عشان الصورة تبقى اوضح. في دي بوابة تانية يا جماعة برضو، الدخول هنا للملاك، تمام. ودي العمارة. ده مكتبي اهو يا جماعة. انا مهندس ديكور شركة مقاولات، يعني بشطب، مش مجرد بيع وشراء وايجار، لا انا كمان بشطب. ورقمي هسيبه لكم على الفيديو، هتلاقوه في الواتساب. هوريكم مدخل اللي جوه من ناحية العمارة نفسها، عشان مكتبي هنا فطبيعي هوريكم شكل نموذج كده للعمارة اللي تكون في الجيش. هنا في فردوس الجيش يا جماعة. ادي البوابة اهي. البوابة هنا دخول الملاك بس، هادية، بتتمتع ان فيها مناطق خضراء كتير، وبيبقى مدخل العمارة بالشكل ده. هنا ده مكتبي يا جماعة. بعد اللي حابب يتواصل معايا ان عنده حاجة عايز يبيعها او يشتريها يكلمني. ده بيبقى مدخل العمارة. الدور بيبقى مثلا فيه شقتين او 3 شقق على حسب، بس هنا في الجيش بيبقوا موحدين المساحات. فانا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده عشان كل التعليقات. اللي عنده جدية يا جماعة، اللي عايز يشتري او يبيع او عنده اي حاجة عايز يستثمرها يكلمني، واسيب لكم رقمي على الواتساب. يا رب اكون فدتكم، وهسيب لكم رقم تليفون يا جماعة. شكرا لكم، متنسوش تشتركوا في القناة.